السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنعمل غدوة بسيطة كده. بالنسبة للحر اللي احنا فيه مش عايزين نطبخ ولا عايزين نعمل الحاجات دي، عايزين اكلات بسيطة كده وسهلة في الصيف. فيلا بينا، لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لاكلات في مطبخك، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. اول حاجة معايا لحمة مفرومة، الكمية اللي انت حباها براحتك. المهم تحطي قد الكمية اللي هتحطيها، تحطي بصل. يعني حطيتي ربع كيلو لحمة يبقى ربع كيلو بصل بعد التقشير. حطيتي نص كيلو لحمة يبقى نص كيلو بصل. المهم البصل واللحمة يبقوا قد بعض. وتجيبي فلفل حامي، فلفل بارد، على حسب ما انتي عايزة. ده بيرجع لذوقك وبيرجع لرغبتك في الاكل. انا عن نفسي بحط من ده ومن ده، فلفل حامي وفلفل بارد. بالنسبة للبصل بقطعها مكعبات، بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، بطريقة عشوائية عادي. بقطع كده البصلاية من النص واقطعها مربعات عادي زي ما انتوا شايفينها، لاني هاخد كل ده فرم في الكبة مع بعض، عشان اطفالنا اللي هم ما بيحبوش يبقى في بصل او في فلفل او حاجة تيجي تحت بقهم ويقوموا شايلينها. لا، احنا هنعمل ايه؟ خرطنا كله كده وهنحط عليهم، هنجيبهم بقى في بولة. بصوا التخريط عادي كبير عادي، لان كل ده هنفرمه في كبة دلوقتي. هننزل بقى كل الحاجات اللي احنا خرطناها كده، وهننزل عليهم اللحمة المفرومة. طبعا احنا لغايه دلوقتي لسه معرفناش احنا بنعمل ايه. احنا بنعمل حواوشي. هنعمل حواوشي بطريقه جميله جدا جدا. انا كنت قبل كده على القناه عملته حواوشي اسكندراني بالعجين، لكن النهارده انا لقيت العيش البلدي جميل قوي قوي، فجبته وقلت لا، انا هعمل حواوشي بالعيش البلدي. ودي هريسه شطه من الفريزر من اللي انا مخزناها. وهبتدي احط حوالي نص معلقه كده. لو حاميه قوي ما تزوديش عشان ما تخليلكيش الحواوشي يعني حراق جدا. فبقلب كل الخليط اللي احنا عملناه مع بعضه. طبعا لسه ما حطيناش توابل ولا اي حاجه. احنا هناخد ده كله في الكبه كده وهنفرمهم. عندك الكبه اللي هي هتحطش كله مع بعضه ماشي، عندك الكبه اللي هي زي بتاعتي كده تمام ماشي، يعني المتاح عندك استعمليه. المهم ان انت تفرمي كل حاجه مع بعضها، علشان ما فيش حاجه تبان، ولا بصل ولا فلفل ولا اي حاجه، تبقى عجينه واحده وتتحط كده في الرغيف. الاولاد ما يعرفوش يفرقوا ده عن ده ايه، فياكلوا الرغيف كله، يبقى الفايدة كلها وصلت لهم. فرمنا هوت اول حاجة احنا حطيناها في الكبة، هنشيلها. واللي ينفرم معانا هنبتدي بقى ننزله. بصوا بقت عاملة ازاي. انا بوريكي الفرق ما بين هي لسه في الطبق هناك اهي، ودي بعد ما اتفرمت. بصي ما انتش مفرقة اصلا اي حاجة من بعضها، فبالتالي اولادنا هتاكلوا وهيحبوه جدا. وفي الصيف ده زي ما انا قلتلك هم بيحبوا الاكلات دي الخفيفة، اللي هي عبارة عن سندوتشات جاهزة، عبارة يعني مش عايزين طبيخ ورز والحاجات دي. فالاكلات دي بتبقى سهلة عليهم وبيحبوها جدا في الصيف. فرمتها بالشكل ده. هناخد بقى نفرم الباقي كله واوريهولك هيبقى عامل ايه. وادي اهو اللحمة بعد ما فرمناها بالبصل بالفلفل بكل حاجة. هنبتدي بقى نحط عليها التوابل اللي هنحطها دلوقتي. هنحط ملح، فلفل اسمر، بابريكا، بهارات مشكلة. هي دي كل توابلنا اللي احنا هنحطها. حابة تحطي شطة تاني تمام، ما انتش حابة خلاص هتكتفي بالفلفل اللي احنا حطيناه. فزي ما بقولك كده هتحطي حوالي مثلا نص معلقة من كل شيء. وادي الفلفل الاسمر اهو، حطينا ملح وحطينا فلفل اسمر. وهنحط بهارات، كل التوابل الحلوة اللي عندك اللي انتي حابة تحطيها حطيها. وادي البهارات بتاعتنا اهي، المعلقة الصغننة خالص اللي انا بحط بيها، عشان كده بحط 2. فدي كل توابلنا. هنحط بابريكا. كل التوابل دي هتطعملك الحواوشي وهتخليهولك جميل جدا جدا اهو. بصراحة احنا لما بنزهق بنقوم جايبين عاملين حواوشي في البيت، ما بشتريهوش من بره ولا حاجة. طبعا احنا مش ضامنينه بره، فانا بعمله في البيت بنفس الطريقة دي. وهقول لك طريقة سهلة وبسيطة جدا هتعملي فيها الحواوشي بمنتهى السهولة والبساطة. ولا فرن، ولا هتوسخي الفرن، ولا هتوسخي السيجان، ولا اي حاجة. طاسة تكون ما بتلزقش فيها الحاجة، او طاسة عادية وتحط فيها شوية زيت برضو مش هتلزق. وهنشوف دلوقتي هنعمله ازاي. هو ده كل اللي محتاجينه، طاسة وشوية زيت صغيرين. ونقلب بقى كل التوابل كده مع بعضها.
ونبتدي نشربها للعجينة كلها عشان تبقى العجينة واخدة من التوابل اللي احنا حطيناها كلها. هنقلبهم بقى كده كويس جدا، وهنحطهم بقى في التلاجة ونسيبهم يشمعوا شوية عقبال ما نجهز العيش بتاعنا ونشوف هنعمله ازاي. طبعا ونسيب بقى دي في قلب التلاجة كده ونجهز العيش بتاعنا. بعد ما عدى عليها ربع ساعة او نص ساعة كده في التلاجة على حسب الوقت اللي انتي حباه، او تسيبيها من الصبح من ساعة ما تصحي تتبليها وتسيبيها، اي حاجة مش هتقولك لا. ادي العيش بتاعنا اهو، ببتدي افتحه فتحة كده صغيرة من فوق، ما بفتحوش كله، بفتحه فتحة صغيرة كده من فوق، وابتدي ان انا احط بقى فيه اللحمة بتاعتنا. باخد بالمعلقة كده، ولا بتوسخي ايديكي ولا بتحتاجي اي حاجة، معلقة وبتاخدي كده وتقومي فاردة في قلب العيش من جوه. الخليط طبعا مفروم كويس، عشان كده بيتفرد معاكي بمنتهى السهولة. بتاخديه بالمعلقة وبيتفرد كده معاكي بمنتهى السهولة، ولا بتحتاجي بقى تعصي ايديكي ولا بتحتاجي اي حاجة. وبنقوم قافلينه بقى على كده اهو. انا بوريهولك من قريب، بوريكي اتفردت فيه ازاي. هنعمل واحد كمان مع بعض وهوريهولك هيبقى عامل ازاي. اهو بصوا، بفتح فتحة كده، ما بشيلش منه حاجة ولا بقطعه من فوق مثلا واشيل الحتة الرفيعة اللي بقطعها ولا حاجة، لا. انا بدخل السكينة في اول العيش كده وافتحه فتحة بسيطة كده، وباخد معلقة مليانة من اللحمة المفرومة، وابتدي ان انا افردها كده في الرغيف بالمعلقة بظهر المعلقة، وتبتدي ان انتي تفرديها. مش هتحسي بقى ان انتي ايديكي ولا حصل حاجة ولا الكلام ده كله، ولا اتوسخت ولا اي حاجة. اهو هخلص بقى كله وهوريكي دلوقتي هيبقوا عاملين ازاي. خلصت انا الكمية كلها اهو، حطيت فيها الحشو. هروح بقى على النار وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنجيب طاسة زي ما انتوا شايفين كده، ونولع النار ونحط الطاسة ونحط فيها شوية زيت مش كتير اهم. وعندي دهن من بتاع اللحمة بركنه، ما بحبش استعمله في قلب اللحمة وكده. فالدهن ده هجيب كده دهن واقوم حطاه، يدي ريحة اهو. بصوا، يدي ريحة بقى كده في قلب الحواوشي، ويطلع ريحة بقى عليه كده جميل زي المحلات بالظبط. المحلات بيبقوا حاطينها في صاج، وبيبقوا حاطين فيه الدهن ده وعليه زيت وكده، فبيدي طعم جميل جدا. فانتي بتحبي ان انتي تجيبيه من بره عشان كده، لان الدهنية دي بتدي ريحة للحواوشي وبتخليه جميلة جدا. فانا لما بجيب لحمة باخد الحتت اللي هي الدهن دي واجمعها عندي في كيس. لما باجي اعمل حواوشي ولا اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده، بقوم حاطة حتة مع الزيت اللي انا بحطه تحت ارضية الحواوشي اهو. طاسة كده على النار، وتحطي فيها مستعجله حطي طاستين. المهم انا بنجزه على النار من فوق وبيستوي ويبقى زي الفل على نار متوسطه. وتحطي الرغيف، ولما يحمر ترجعي تقلبي وتحطي الرغيف وتقلبيه على وشه، وهو بيبقى كده جاهز معاكي ويبقى مستوي وجميل جدا جدا. بدل ما توسخي السيجان والفرن والكلام ده كله، لا، انا بستسهله على النار وبيديكي نتيجة كويسة جدا هتعجبك. لما تجربي الطريقة دي هتعجبك جدا جدا جدا. ولما بيحمر اهو زي ما انتوا شايفين، انا بضغط عليه بس كده بالسباتيولا، وبرجع ان انا اقوم شايلاه اهو قلباه تاني. بس احمر معانا، بجهز حلة جنبي بغطا، واقوم شايلة الحواوشي واقوم حطاه في قلب الحلة بتاعتنا واغطي عليه عشان يتنيه طري وحلو. ببتدي بقى احط انا، بشوف الزيت كميته قد ايه، حاجات بسيطة يعني، ما تكتريش الزيت ولا اي حاجة. وبنفس الطريقة بنبتدي ان احنا نحط رغيف الحواوشي اللي عليه الدور ونقلبه كده عشان يشرب من الزيت والدهن الموجودين. طب لو ما عندكيش دهن خلاص، هي الزيت بس، مش هيقولك اي حاجة ولا هيحصل اي حاجة. المهم ما تحطيش سمنة، ما تحطيش زبدة، هو الزيت بس. خلصت الكمية كلها معايا بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم. بصوا بسم الله ما شاء الله طالع جميل ازاي، جميل طري بجد. هيعجبك قوي قوي الطريقة دي، وسهلة وبسيطة عليكي. عايزاكي تجربيها، هتعجبك. هتشوفي هي ولا نتيجة الفرن ده مديكي نفس نتيجة بره بالظبط، ونفس الطريان اللي هو بتاع بره واللي انتي بتحبي تجيبيه. هي دي الطريقة اللي بتديكي النتيجة دي. بصوا اللحمة مستوية ازاي من جوه. اتمنى الفيديو يعجبك، اتمنى ان انتي تجربي الفيديو وتقولي لي رأيك فيه. احلى واجمل متابعين في الدنيا.